الإسلام الأندلسي مواد في العائلة ومجال العلاقات في التقدم والاشتراك. إلى تواصل الهدف كنرحبوا بالاستفادة. النشاط ديال اليوم ننظموا فرع حزب التقدم والاشتراكيه وخصص له كموضوع للنقاش الاعلام والتواصل، من ينتج المعاني ومن يستهلكها. في هذا اللقاء هذا تمحورت المداخله ديالي حول 4 عناصر اساسيه. العنصر الاول هو المعلومه، والعنصر الثاني هو الحقيقه، والعنصر الثالث هو المعنى، والعنصر الرابع هو الفهم. حاولت نقرب الجمهور الحاضر من المعادله التي تربط بين هذه المكونات الاربعه. كيف ان المعلومه تعني الحقيقه، وبما ان هي الحقيقه بالتالي فهي ملك للجمهور، والجمهور هو الذي يساهم أو هو الذي يشكل الرأي العام. وهذا الرأي العام إما أن تعمل هذه المعلومات على تنويره أو تضليله، وبالتالي لتفادي عملية التضليل أو التوجيه وما إلى ذلك على الجمهور أن ينتج المعنى الخاص بتلك المعلومات، وبالتالي يعني بلوغ وإدراك نوع من الفهم المؤدي في نهاية المطاف إلى إصدار موقف. هذه هي المعادلة اللي حاولت نقرب منها الجمهور اليوم في هذه الندوة أو في هذا اللقاء الذي أشرف على تنظيمه المكتب المحلي ديال حزب التقدم والاشتراكية. مشكورا. اليوم كان مكتب الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية قام بواحد الورشة تتعلق بالإعلام والتواصل اللي أطرى الأستاذ عبد السلام الأندلسي، ووفانا بمجموعة من المعلومات التي كانت في الحقيقة تغيب عنا، خصوصا وأن الإعلام والتواصل أصبح اليوم هو الطريق الوحيد من أجل إيصال المعلومة إلى المتلقي. طبعا هذا ديال الأنشطة تندرج في إطار واحد البرنامج تواصلي وواحد التعبئة تواصلية التي أطلقها الحزب على المستوى الوطني، والتي تندرج في تقوية التنظيم وربط التواصل مع مختلف مكونات المجتمع على المستوى المحلي. طبعا الحزب اليوم بتطوان يقوم بأعمال وبمجهودات جبارة ليضع الحزب في صميم السياسات المحلية، وليلعب دوره الأساسي سواء على المستوى التنظيمي، على المستوى التواصلي، وعلى مستوى كذلك الفعالية في أفق ربح الرهانات المستقبلية المقبلة.